هلا ماما، شلونك؟ هلا فاطمة. أنا ما راح أجي أتغدى، لا تنتظريني على الغدا لأنه راح أتغدى برا. أنا كم مرة قلت ليش ما تاكلين من المطاعم والبرا؟ بس أنا ما رايحة للمطعم، أنا رايحة لمريم. تعالوا ويانا أشوفكم مريم شنو محضرت لنا. أنا ميتة جوع وما أعرف بمن أبدي، بس راح أبدي بالمقبلات. هذا المفروض يعني أصلاً. هذه رولات المسخن، أني كلش أحبها. عجينتها هم مسويها طبعاً مو جاهزة. هذه السلطة اسمها مستكة، أنا كلش أنصح النباتيين بيها لأنه سلطة متكونة من فواكه وخضروات وصلصة المستكة. هسه نجي على الطبق الرئيسي، قوز الشام. لا الريحة تجنن. هذا قوز الشام بالدجاج، طعمه كأنه برياني مال بيت. يجي وياه نوعين من المرق، الفاصولية والبامية. ودائما أنا أسأل هذا السؤال، أنتوا تسموها بامية لو بامية؟ إنه كل واحد يصح له شكل. وبالنسبة لأجواء المطعم فهي كلش هادئة وكلش حلوة، وأهم شي اللون الأزرق لأنه أكثرية التفاصيل باللون الأزرق، وأنا اللون المفضل عندي هو اللون الأزرق. اسم مريم هم مفضل عندي. والأحلى ما بالمطعم إنه التبريد مالتهم مركزي، يعني الجو يصير لا هو حار لا هو بارد، تحسون هيجي أنتوا نسيم البحر، وهيجي لها أجواء هادئة وموسيقى هادئة. وعندهم شمسية هم تنفتح بس حسب الطقس، يعني إذا الجو حلو فتحوها. الكبدة اللي بدبس الرمان، اللي يحبون الثوم اللي يحبون الأكلات الحامضة كلش راح يحبوها. طبعاً أنا ما دالة حق على الأكل لأنه كل ساعة جايني طبق شكل. ما شاء الله هنا الموظفين والعمال عندهم حركة يعني مو طبيعية، ما أريد أحسدهم. أنا لازم أسوي لي جدول وأجي بالأسبوع مرتين المطعم مريم بالأربع شوارع.